السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ما شاء الله هنعمل كيكة البرتقال النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة ومكونات من قلب البيت. ما شاء الله شوفوا الجمال والحلاوة، ريحة روعة جدا وحاجة بسيطة جدا. قبل ما نبدأ كلامنا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يلا نشوف الجمال والحلاوة ده اتعمل ازاي ومكوناتنا ايه، وامشي على المقادير وهتطلع معاكي مظبوطة. يلا على الفيديو ونشوف مقاديرنا. معايا حوالي كوباية ونص من السكر، حبة تقللي حبة تزودي دي حاجة ترجعلك. انا بصراحة حطيت كوباية، وعدد 3 بيض، وعدد 3 فانيليا. حطيت 2 باكت من البودر، وحطيت طبعا فانيليا سايلة حوالي نص معلقة. كوباية عصير برتقان بلدي وموجود دلوقتي في السوق، ومعايا كوباية من الزيت على زبدة على سمنة. ما شاء الله. وهضرب المكونات دي كلها مع بعضها كده، وهخليها لغاية اضربها لغاية لما لونها يفتح كده. هنزل بالدقيق، الدقيق عبارة عن 3 اكواب من الدقيق. انا بصراحة حطيت كوبين ونص، عليهم باكت من البيكنج باودر ورشة الملح، ونخليهم كويس. كل ما تنخلي الدقيق كل ما هيديكي طراوة في الكيكة بتاعتك، وتبقى هشة وجميل. هنقلب المكونات دي كلها ببعضها، وهنزل بالمكونات السايلة مرة واحدة كده. ومعايا طبعا كوب مية دافية، يعني مش دافية يعني ايه، سخنة وسايبها يعني ايه درجة الحرارة العادية كده. هقلب المكونات كده، وده سمك طبعا الكيك بتاعنا. هنزل بحوالي كوباية المية الساخنة كده، وقلبها كويس جدا. طبعا انا مقلله الدقيق علشان انا بحبها هشه وجميل، وده القوام بتاعنا. ما شاء الله شوفوا الجمال، حاجه كده من الاخر. حابه تحطي عصره ليمونه عشان تفتحي لون الكيك، دي حاجه ترجعلك. انا ما حطيتش، انا حطيت معلقه من الخل. وهنحضر الصينيه بتاعتنا بالطريقه دي. دهنة من الزبدة، وهحط طبعا رشة من الدقيق، وهوزع الدقيق على الصينية كده. وبعد كده هنفض الدقيق من الصينية، انا مش عايزة الدقيق كتير في الصينية. زي ما حضراتكم هنزل بالخليط بتاعنا. وانا في حالة ان انا احط الخليط، حطيت طبعا ولعت الفرن على درجة حرارة 180. على ما اخلص الكيكة بتاعتنا ندخلها الفرن. ودي ما شاء الله التسوية. ولازما طبعا بعد ما تحطي عجينة الكيكة بتاعتنا تخبطي خبطتين كده عشان تفرغي الهواء منها. شوفوا ما شاء الله بعد ما طلعت الفرن بتاخد حوالي 45 دقيقة في الفرن، وما تفتحيش الفرن عليها عشان ما تهبطش منك. شوفوا ما شاء الله. هنقطع معاكم الكيكة بتاعتنا الجميلة دي. واللي وصل معايا الفيديو لغاية هنا ما ينساش يفعل زر الجرس ويشترك في القناة ليوصل لكم كل جديد. شوفوا الجمال. الزبدة بصراحة هي كانت سخنة، بس عشان التصوير فحبيت ان انا اوريها لكم. قطعيها ولما تبرد خالص هتديكي حاجة كده روعة. شوفوا ما شاء الله كيكة ناعمة وهشة وطرية وطعمها جميل جدا. وزي ما قلتلك السكر ده انت ممكن تتحكمي فيه وتحطي الكمية اللي انت عايزاه. انا حطيت كوب سكر، هي مكوناتها كوب وربع من السكر او كوب ونص. فانا حطيت كوباية، انا بحبها تكون مش مسكرة. دي حاجة ترجع لكم بقى. شوفوا الجمال، حاجة كده بصراحة روعة، وهي سخنة بصراحة، فأنا كنت بصورها معاكم. ما تنسوش يا جماعة اللايك والاشتراك في القناة، ودعوة حلوة كده من قلبكم ل... لقناتي أكلك أحلى مع ولاء. شوفوا ما شاء الله كوباية شاي بلبن، تنفع فطار تنفع عشاء، جميلة جدا. ما شاء الله البرتقال مليان في السوق دلوقتي، البرتقال الصيفي اللي هو البلدي ما شاء الله، وملان مية. خزني لك شوية عشان كيكة الصيف، وتعملي عصاير بيها بتبقى جميلة ما شاء الله. الله أكبر. شوفوا زي ما بتكون تاكلي قطعة جاتو، حاجة كده من الآخر. وإن شاء الله هعمل معاكم أنواع كيكات كتير. وده كان فيديو النهاردة يا حبايبي، واشوف وشكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد. كانت معاكم ولاء أحمد من أكلك أحلى مع ولاء،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحلى متابعين. هو لسه كمان